السلام عليكم يا أحلى متابعين، ويا مرحبا وسهلا بكل اللي دخلوا قناتنا VS Gulf Beauty أول مرة. إذا أنتي تبين تحصلين لون بني طبيعي لشعرك بدون ما تروحين للصالونات أو تستخدمين صبغات فيها كيماويات وأمونيا تخرب الشعر، فهالوصفة اللي بسويها اليوم لك خص. لا تنسين تضغطين زر اللايك، تكتبين لنا في الكومنت إذا جربتي وصفاتنا، وتشتركين في القناة لو كنتي جديدة، لأننا دايم ننزل وصفات طبيعية آمنة وسهلة التطبيق في البيت. الوصفة شامبو صبغة بني طبيعي من مكونات موجودة في كل بيت. خلوني أقول لكم شيء، ما في أحلى من الوصفات القديمة اللي توارثناها من الجدات، واليوم بوصف لكم شامبو طبيعي يصبغ الشعر، يعالجه ويخليه ناعم ولامع، وكل هذا بمكونات بسيطة جدا، بدون صبغة، بدون صالونات، وبدون مصاريف زايدة. المكونات الأساسية: قشور البطاطس. صدق أو لا تصدق، قشور البطاطس فيها أنزيمات مثل الكاتيكوليز تساعد في تغميق لون الشعر الأبيض بشكل طبيعي، تعالج الجفاف وتنظف فروة الرأس من الدهون الزايدة. الرتنجوت، الفوة، هاي نبتة عشبية معروفة من أيام أمهاتنا وجداتنا، لونها أحمر غامق، ولما تنغلي تعطي لون بني مائل للإحمرار، تعزز نمو الشعر وتعالج الحكة والتهابات الفروة. أوراق الشاي الأسود، غنية بالتانين اللي يعطي لون غامق طبيعي للشعر، تضيف لمعة قوية وتساعد في تقوية بصيلات الشعر. طريقة التحضير خطوة بخطوة. خذوا حفنة كبيرة من قشور البطاطس مغسولة عدل، أضيفوا ملعقة كبيرة من الرتنجوت، حطوا عليهم ملعقتين كبار من الشاي الأسود، صبوا عليهم كوب ونص من الماء العادي، حطوا الخليط على النار وخلوه يغلي على نار هادية لمدة 20-25 دقيقة لين ما ينقص الماء للنص. عقب الغلي صفوا الخليط باستخدام مصفاة دقيقة، خلوه يبرد تماما. أضيفوا له ملعقة صغيرة من زيت الروزماري، اختياري بس مفيد جدا. الحين أضيفوا الشامبو اليومي العادي اللي تستخدمونه في البيت. اخلطوا المكونات كلها مع بعض لين تحصلون على شامبو متجانس. طريقة الاستخدام: بلي شعرك بالماء الدافي، حطي كمية كافية من الشامبو وابدأي بالتدليك خاصة عند الجذور. خلي الشامبو على الشعر 10-15 دقيقة. عقبها اغسلي شعرك مثل أي شامبو عادي. كرري هالخطوة 2-3 مرات بالأسبوع. نصيحة ذهبية: كل ما تركتي على شعرك وقت أطول كل ما تغلغل اللون أكثر، خصوصا إذا غطيتي شعرك بفوطة دافية. طريقة التخزين: حطي الخليط في علبة شامبو فاضية أو علبة زجاج بغطاء محكم، خزنيه في الثلاجة، يبقى صالح لاستخدام من 7-10 أيام. رجي العلبة قبل كل استخدام علشان تتوزع المكونات. الأسئلة الشائعة: متى يبين مفعول الصبغة؟ إذا استمريتي عليه 3 مرات بالأسبوع بتشوفين فرق من أول أسبوع، الشعر يغمق شوي شوي وبشكل طبيعي. هل الوصفة مناسبة لكل ألوان الشعر؟ أي نعم، تناسب كل الألوان، لكن تأثيرها أوضح على الشعر الأبيض أو الرمادي. هل ممكن أستخدم زيت تاني بديل روزماري؟ أكيد، تقدرين تستخدمين زيت الخروع، زيت الأرغان، أو حتى زيت جوز الهند. الوصفة مناسبة للحوامل؟ هي طبيعية، بس دايم ننصح الحوامل أو المرضعات إنهم يستشيرون دكتورهم قبل الاستخدام. أقدر أستخدم هالشامبو بشكل يومي؟
يفضل الاستخدام 2 إلى 3 مرات بالأسبوع علشان يظل الشعر مرتاح وما يتعب. ينفع أحطه على شعر الأطفال، ما في مواد ضارة، بس نبدأ بالتجربة على خصلة صغيرة أول، خصوصا لو الطفل عنده حساسية. وبهالطريقة يكون شامبونا الطبيعي الجبار جاهز. شامبو يصبغ، يغذي ويعالج الشعر، وكل هذا بأقل التكاليف وبمكونات من مطبخ البيت. إذا حبيتوا الفيديو يا الغاليين لا تنسون اللايك، الكومنت، الشير مع خواتكم وصديقاتكم، وتفعلون زر الجرس بعد الاشتراك علشان توصلكم وصفاتنا أول بأول. أنا دوم موجودة لكم بوصفات طبيعية عشبية وأمانة على الشعر والجسم. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. في أمان الله ومع السلامة.